السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مصطلحات حلوة كده، معانا حاجة كده نبدأ بيها اسمها there. there بمعنى يوجد، تمام؟ يعني there، تمام؟ دايما بستخدمها أنا لما أتكلم على شيء موجود عندي، بس there عندي ليها بتشتغل مع حاجتين، تمام؟ بتشتغل مع is وبتشتغل مع are. طبعا احنا عارفين الفرق، is مع المفرد و are مع الجمع. يعني مثلا لو قلت لك مثال كده there is a cat، توجد قطة، تمام؟ لو قلت لك there are boys، يوجد أولاد، أنا هنا استخدمتها فين؟ مع المفرد ومع الجمع. طيب أنا لو حبيت أنفيها في حالة النفي، تمام؟ أهو في النفي قال لي إحنا بسيط، أنا عندي verb to be، تمام؟ أو أولاد العم بي، ما استخدم not، يبقى بي عندي هنا زائد مين؟ not. دي سهلة وبسيطة جدا جدا، تمام؟ يعني مثلا لو أنا حبيت أنفي الجملتين اللي فاتوا دول، تعال نشوف كده مع بعض. هقول إيه؟ هقول there isn't a cat، لا توجد قط، مفيش قطة عندي، تمام؟ أو مثلا there aren't boys، تمام؟ مفيش أولاد، خد بالك، تمام؟ لا يوجد إيه؟ أولاد. طيب الكلام ده في حالة النفي بسيطة جدا، احنا اتكلمنا على زر قبل كده ومفيش مشكلة خالص. ولكن هنا الجديد عندي إن بيقول لي إن أنا هستخدم زير، تمام؟ أو استخدام كده كلمتين حلوين معايا مع مين؟ مع زير، حاجة اسمها some وحاجة اسمها any، تمام؟ بستخدمهم مع مين يا ترى؟ مع زير. بستخدمهم ازاي؟ تعال نشوف الأول. نتكلم على مين؟ نتكلم على some. بص يا سيدي، ادي some عندي، بيقول لي ان some دي بتيجي مع ثلاث حاجات، مع ثلاث حاجات. تعال نبص مع بعض. أول حاجة مع اسم جمع، اسم جمع، تمام؟ صم لازم تيجي مع اسم جمع. طب تمام، قلنا اني عندي هنا صم بتيجي مع ايه؟ مع اسم جمع، لازم تيجي مع الاسم الجمع. وايه تاني بيقول لي؟ بتيجي رقم 2 عندي مع اسم لا يعد، مع اسم لا يعد اللي هو ال uncountable noun. وبتيجي كمان مع حاجة تالتة اسمها جملة مثبتة. يعني ما تجيش كده مع الجملة المنفية، ما تجيش مع الجملة المنفية، لازم تكون الجملة مثبت أو جملة مثبتة ما فيهاش إيه؟ أي نفي عندي. طيب تعالى ناخد مثال مثلا، تمام؟ لو قال لي كده there، مثلا there is مثلا some sugar، يوجد بعض إيه؟ بعض السكر، تمام؟ أو there are مثلا some bananas، يوجد بعض إيه؟ الموز، تمام؟ ادي جمله بسيطه خالص. هنا some جت بعد مين؟ بعد ولاد العم بي، بعد is بمعنى صح، او verb to be. there is some sugar، مفيش مشاكل. طيب بيقول لي هنا لو جات is مع some لا تأخذ اسم جمع، تمام؟ ما بتاخدش اسم جمع. دي ملحوظه مهمه جدا. بيقول لي هنا إذا جاءت is مع some، تمام؟ لا تأخذ اسم جمع، ما تاخدش اسم ايه؟ جمع. طب بسيطة، ما احنا معروف. ولكن بقى الشرط هنا، ولكن تأخذ اسم لا يعد اللي هو uncountable noun، يعني تاخد اي اسم لا يعد، واخد بالك؟ لان احنا طبعا كده كده عارفين ان الاسم uncountable noun ده بنعامله معاملة ايه؟ المفرد. يعني انا مثلا ممكن اقول كده مثلا لمستر، هقول مثلا ايه؟ مثلا ايه؟ تعال نشوف. مثلا لو قلت لك there is some milk، يعني يوجد مثلا بعض اللبن، او some sugar زي ما قلنا من شويه، نفس القصه، تمام؟ دي كانت قصتنا هنا مع some. طيب نشوف اني مع بعض كده، تمام؟ خد بالك عشان الاجزاء اللي جايه مهمه جدا، تمام؟ اني
بص يا سيدي، اني بتاخد حاجتين، تمام، بتاخد حاجتين. اول حاجة بتيجي مع واحد كده سؤال، اتنين بتيجي مع جملة منفية كده، يعني هي عكس صم، يعني نفس القصة كده. طب اني معناها ايه؟ اني معناها اي، وصم معناها بعض زي ما احنا قلنا من شوية، تمام. يبقى هنا اني معناها ايه؟ اي. طب مثال كده مع بعض عشان نفهم القصة ماشية ازاي. لو جينا قلنا كده there isn't any sugar، لا يوجد أي سكر، تمام. شوف هنا النفي any هنا جت مع مين؟ مع النفي، حتى لغويا تحسها ماشية مع there isn't any sugar، لا يوجد إيه؟ أي سكر. طيب مثلا لو أنا كنت حبيت أنفي الجملة اللي فوق، مثلا there is some milk، تمام، يوجد بعض اللبن، لو أنا حبيت أنفيها هشيل some وأحط إيه؟ وما تنساش نوت مع اسم، يبقى there isn't any milk، مفيش إيه؟ أي لبن، تمام. وبتمشي برضو زي ما قلنا مع أكتر من مثال. طيب مثلا لو احنا حبينا نكون سؤال مثلا، تمام، مع اني هقدم بسيط، تمام. تعال نشوف كده الدنيا ماشية ازاي. تعال ناخد كده مثلا مثال. لو انا حبيت اسأل على مثلا، انا بقول مثلا عايز اسأل على البطاطس مثلا، لو قلت لك مثلا كده هقول ايه؟ are there any potato او potatoes، تمام، خليها جنب، تمام. يعني أيوجد أي بطاطس، تمام، يعني أي حاجة من البوتاتو مثلا، واخد بالك. هنا هجاوب يا إما بيس يا إما بنو، حاجة بسيطة خالص، يا إما بيس يا إما بنو. مثلا يس there are، يوجد أهو، تمام، أو no there aren't مثلا، أو are not، إلى آخره، تمام. طيب يبقى هنا عندي أنا لو حبيت أسأل مش هستخدم some، هستخدم ايه؟ any، تمام. سواء كان في اسم جمع او اسم مفرد بتمشي الاتنين. يعني احنا مثلا لو خدنا سؤال كده تاني، مثال مثلا، وقلت لك is there any milk، يعني يوجد اي لبن مثلا، تمام. حضرتك عادي هتجاوب مثلا يا اما بيس يا اما بنو، تمام. يعني مثلا there yes مثلا there is يوجد، او no there isn't لا يوجد مثلا، تمام، الى اخره. طبعا ده هنا لما انا احب استخدم سؤال، سواء كان زي ما قلت لك في الجمع او المفرد، يبقى بستخدم اني. صم هنا ما تجيش فين؟ في السؤال نهائيا. طبعا في استخدامات تاني اخرى لصم واني هنتكلم عليها ان شاء الله في مستويات اعلى، تمام. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. ما تنساش زي ما قلت لك برضو انك تكون سجلت كل حاجة وكتبت كل حاجة، وتعمل جمل كتير جدا جدا عشان تقوي حصيلتك في اللغة، تمام. ولو في حاجة وقفت معاك اكتبها لنا في الكومنتات زي ما قلت لك، تمام. وما تنساش اللايك والسبسكرايب بتاعتك الجميلة والمشاركة عشان بتفيدنا كتير. واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.